في أواخر التسعينيات كان هناك واد صخري مهجور في إحدى المناطق الجبلية القديمة يتجنب الناس المرور فيه لسبب غريب. ففي أعلاه صخرة ضخمة منحوتة بدقة مذهلة على شكل رأس أسد ينظر نحو الأفق، وكأن هذا الحيوان الحجري يراقب المكان منذ مئات السنين. كان سكان القرى المجاورة يسمونها رأس الأسد الحارس، وكانت الروايات القديمة تقول إن هذا الأسد ليس مجرد صخرة، بل حارس كنز ملكي قديم دفن في زمن الحروب لحمايته من اللصوص، لكن لم يجرؤ أحد على محاولة كشف سره حتى جاء الباحث سليم. الوصول إلى الإشارة الغامضة. كان سليم مهتما منذ سنوات بعلم الإشارات القديمة، وعندما سمع عن صخرة رأس الأسد قرر أن يذهب بنفسه ليرى الحقيقة. عندما وصل تجمد في مكانه من شدة الدهشة. الصخرة لم تكن مجرد شكل يشبه الأسد، بل كانت منحوتة بتفاصيل دقيقة جدا. العيون محفورة بعمق، الأنف واضح المعالم، الفم مفتوح قليلا كأنه يزأر، والأهم نظرة الرأس كانت موجهة نحو نقطة محددة في الوادي. وهنا بدأ الشك يتحول إلى يقين. السر الأول: اتجاه نظر الأسد. جلس سليم لساعات يراقب اتجاه رأس الأسد باستخدام البوصلة. لاحظ أن النظرة ثابتة نحو صخرة بعيدة على بعد عشرات الأمتار، لكن المفاجأة حدثت عند غروب الشمس. ظل رأس الأسد امتد تماما نحو تلك الصخرة، وكأنه سهم حجري ضخم. كانت تلك اللحظة بداية فك اللغز. العلامة المخفية. عندما اقترب سليم من الصخرة التي يشير إليها الظل، لاحظ شيئا صغيرا جدا: حفرة دائرية دقيقة محفورة في الحجر. لم تكن حفرة عادية، بل كانت تبدو كأنها بصمة إصبع في الصخر. عند تتبع محيطها اكتشف خقا خفيفا يقود نحو جدار صخري قريب. الباب الذي ظل مخفيا لقرون. بعد تنظيف الجدار من التراب والنباتات ظهر شيء مذهل: لوح حجري كبير مستطيل الشكل يشبه بابا قديما. كان واضحا أن هذا الحجر وضع هناك لإغلاق مدخل ما. استغرق فتحه ساعات طويلة، لكن عندما تحرك أخيرا ظهر ممر ضيق مظلم يقود إلى داخل الجبل. الرحلة داخل الجبل. دخل سليم ومعه مصباح يدوي. كان الممر طويلا ومتعرجا، وكأنه صمم ليضلل أي شخص يحاول الوصول للنهاية. بعد مسافة تقارب 20 مترا وصل إلى غرفة حجرية صغيرة، وعندما أضاء المصباح انعكس الضوء فجأة على شيء لامع: الكنز الملكي. في وسط الغرفة كانت هناك صناديق خشبية قديمة محكمة الإغلاق. عندما فتح أول صندوق لم يصدق ما رأته عيناه: مئات القطع الذهبية القديمة، خناجر مزخرفة بمقابض ذهبية، أساور وتيجان صغيرة مرصوصة بالأحجار الكريمة، ختم ملكي يحمل نقش أسد وتاج. كان واضحا أن هذا الكنز يعود لعهد ملكي قديم، استخدم رمز الأسد كعلامة للقوة والحماية. لماذا رأس الأسد؟ بعد دراسة الرموز لاحقا اتضح أن الأسد كان رمز الحراسة والقوة لدى العديد من الممالك القديمة، ولهذا كان يتم نحت رأس أسد قرب الأماكن المهمة ليكون علامة ملكية ورمزا للحماية، وإشارة ذكية تدل على مكان الدفين لمن يعرف تفسيرها. وكان اتجاه النظر هو المفتاح الحقيقي لفك اللغز. أصبحت قصة كنز رأس الأسد واحدة من أشهر القصص التي يتداولها الباحثون في الإشارات الصخرية، لكن أهم درس خرج به سليم من تلك المغامرة كان قوله: الإشارة الحقيقية ليست في الصحراء، بل في الفكرة التي وضعها من نحتها. ومنذ ذلك اليوم بقي رأس الأسد في الوادي، لكن سره لم يعد سراً.